السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي كده بطريقة بسيطة جدا. أهم حاجة لنجاح الزبادي 3 خطوات: حرارة اللبن، تاني حاجة الزبدية المستعملة، تالت حاجة درجة حرارة المية اللي احنا هنحط فيها الزبادي. هتطلع الزبادي أحلى من بره مليون مرة. ندخل بقى على الطريقة ونقول بسم الله. بس قبل ما ندخل على الطريقة ما انساش أشكر أصحابي وأصحاب الكومنتات اللي بتدعمني وبتقول لي كلمة حلوة. هقول لكم ربنا يكرمكم يا رب ويجازيكم كل خير، وربنا يكبر بخاطر كل واحد ويحقق كل اللي نفسكم فيه. اول حاجة هنا معايا 2 لتر من اللبن. اللبن ده جاموسي على بقري. انا بستعمل خليط ما بين ده وده، ما بستعملش البقري لوحده ولا الجاموسي لوحده. انت عايزة تستعملي الجاموسي لوحده تمام، ما فيش مشكلة. انا الزبديه اللي انا هستعملها دي، الزبديه دي كانت عاملاها قبل كده. ممكن تستخدمي الزبادي من قلب بتاعه المصانع او الزبديه البلدي اللي بتتباع في قلب المحلات. بس انا عندي الزبادي بتبقى متوفره في قلب البيت فبستعمل منها عادي. تمام. هحط بقى شويه اللبن الحراره بتاعته لازم تبقى زي دمعه العين كده. يعني اللبن ما يبقاش سخن معنا. لو اللبن سخن ده سبب ان هو هيخلي على وش اللبن بيبقى فيه ميه، وبتبقى اللبن الزبادي على وش الزبادي بيبقى فيه ميه ومبقاش متماسك. هاخد شويه من اللبن ضربتهم في قلب الزبادي، وبعد كده اخدت شويه ضربتهم في الخلاط عشان نتاكد ان كل الزبادي اختلط معايا. وممكن تعملها بمضرب عادي. تمام. هحط بقى كل الكميه اللي انا عاملاها فوق اللبن اللي موجود عندي وهقلبه حلو جدا. واجيب الكوبايات او الطواجن. انا عندي بنت ما بتحبش تاكل الزبادي الا لما بتبقى مثلا فيها صوص فراوله او مربى فراوله، يعني اي فاكهه فيها تحطيها. إيه، شوف انت اولادكم بيحبوها ايه، عايزه فيها ممكن تحط فيها نوتيلا كمان، ما هتقولش لا. على فكره عمرها ما هتقول لا. يعني هي اخدت مربى يبقى اكيد هتاخد نوتيلا. تمام. فانا عامله جزء صوص الفراوله وجزء ساده عادي للي بيحب ده او يحب ده. تمام. وزي ما قلت لكم اهم حاجه تبقى درجه حراره اللبن عندي ما يبقاش سخن جدا. لو سخن جدا او لو انت حطيت فيه صبعك كده، طرف صبعك، ولقيت اللبن معاكي نسع صبعك، لا يبقى تستهدي شويه كده عليه، وبعد كده تضربي الزبديه وتحطها في قلب اللبن. هاخد بقى اللبن اللي انا عاملاه بالزبادي، هوزعه بقى في قلب الكوبايات او في قلب الطواجن، واكون مجهزه الصينية اللي انا هحط فيها اللبن. في بقى ناس بيعملوها الطريقة دي في مكنة زبادي. لو انت عندك مكنة زبادي، بس هي مش مستاهلة اساسا مكنة الزبادي، هي طريقتها سهلة جدا. انت اعتمدي الطريقة دي وان شاء الله هتنجح معاكي. هجيب الصينية هيبقى فيها المية تبقى سخنة. السخونية بتاعت المية تبقى انت آه يعني طيقها على ايدك، يعني انت تحط فيها ايدك يبقى انت تستحملي السخونية بتاعت المية لا تبقى سخنة ولا تبقى فترة، ولا تبقى مثلا ايه باردة. لا، انت تحط ايدك فيها كده يبقى تستحملي درجة حرارة المية بتاعتها. هبتدي بقى كده برضو زي انا عملت الجزء اللي بصوص الفراولة، وهعمل دلوقتي الجزء السادة. لترين اللبن طلعوا معايا تقريبا هو يعتبر مش لترين، يعني لتر ونص كده. طلعوا معايا 10 كوبايات. وما شاء الله كوبايات حلوة، يعني الكوباية دي اللي هاكلها يشبع، يعني تشبعه. فانت بتجيبي نص الكوباية دي من المحل. تقريبا الكوباية ب5 جنيه او العلبة ب5 جنيه او 6 جنيه على حسب كل مكان ما بيبيعوا. احنا عندنا الكوباية صغيرة، يعني تعتبر نص كمية الزبادي دي. نص كمية الكوباية تقريبا ب5 جنيه او 4 جنيه ونص، مش عارفة بصراحة. فشوفي كمية اللبن من لتر ونص طلعوا لنا قد ايه زبادي. دلوقتي هغطيها بقى بفوطة نضيفة، واحط عليها غطا تاني بتاع الصينية او طبق، وهسيبها بقى يا اما في قلب الفرن يا اما على الرخامة. انا سبتها على الرخامة لمدة 4 ساعات او 5 ساعات. انا بعد ما جيت من صلاة التراويح شفتها لقيتها مسكت. شايفين ما شاء الله مسكت ازاي؟ هحطها بقى في قلب التلاجة ساعتين 3 علشان تسقع معانا، وهوريكم بقى شكلها ايه بعد ما خرجت من التلاجة. شايفين يعني هي من قبل ما تدخل من التلاجة فهي ما شاء الله متماسكة، مش عاملة مية خالص، لان ده سبب من اسباب ان الزبادي تنجح معاك، ان هي ما تعملش مية على الوش. لو عملت مية يبقى حاجة من الاتنين: يا اما اللبن كان سخن يا اما المية كانت سخنة قوي. فاحنا لا عايزين لا ده ولا ده.
شايفين ما شاء الله اللهم بارك الزبادي شكلها عامل ازاي، متماسكة جدا ما بتقعش من قلب الكوباية. وصوص الفراولة تحت الزبادي، يعني ما فيش اي لخبطة.